سألت الذكاء الاصطناعي مين أفضل، خالد القماش ولا أشرف خضر لقيادة الدراويش؟ قال الاتنين ولاد النادي واتمرمطوا معاه في المواقف الصعبة، بس كل واحد ليه ستايل مختلف. خالد القماش مميزاته شخصية قوية، بيعرف يسيطر على أوضة اللبس واللعيبة بتخشاه، وخبرة إنقاذ الإسماعيلي قبل كده من الهبوط. بيعرف يلعب على النتيجة ويقفل كويس، واقعي، عارف إمكانيات النادي المادية وعارف يشتغل بالموجود. أما عيوب خالد القماش، الأداء مش ممتع وكرته دفاعية شوية وبيعتمد على المرتدات، الجمهور بيزهق، العلاقات أحيانا بيدخل في صدامات مع الإدارة واللعيبة. أما أشرف خضر، مميزاته ابن النادي 100%، حارس أسطوري للدراويش، الجمهور بيحبه وبيثق فيه، بيفهم حراس المرمى والناشئين، طلع حراس كتير. لو هنعتمد على الناشئين هيبقى هو أنسب بكتير. هادي الطباع ومحبوب ومفيش مشاكل والدنيا هادية معاه في النادي. أما عيوبه، خبرته التدريبية محدودة، مسك مدرب عام ومدرب حراس مرمى أكتر، لسه ما عندوش سي في قوي كمدير فني أول في الضغط. الشخصية هادي زيادة عن اللازم. في أزمة زي دوري المحترفين محتاج مدرب دمه حامي. طيب مين الأفضل للإسماعيلي دلوقتي في دوري المحترفين؟ لو الهدف الصعود من أول سنة هيبقى خالد القماش أفضل، عشان محتاجين مدرب عنده خبرة دوري محترفين وبيعرف يكسب 1-0 ويقفل. دوري المحترفين كله فرق بتقفل وعايزة نتيجة. أما لو الهدف بناء فريق المستقبل زائد ناشئين، يبقى أشرف خضر أفضل، عشان لو القيد فضل مقفول وهنلعب بناشئين، خضر يعرف يطلع منهم أحسن حاجة والجمهور هيصبر عليه. يبقى الخلاصة، القماش مدرب مهمة إنقاذ، أما أشرف خضر فمدرب مشروع طويل.